السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف، فخيطات خبيزات في الفرن، كتجي بنينه وخفيفه وكتصلح لوجبه عشاء او الضياف ديالكم. تابعوا معايا المقادير والوصفه حتى لاخر الفيديو. في واحد البول كنديروا القطع ديال الدجاج ديالنا، وكنديروا ليهم العطريه اللي كتكون من الابزار، عطريه ديال الدجاج، عطريه ديال الكاري او الشاورما اللي كان عندك، فلفل غبره، ثوم غبره، واحد الكاس ديال دانون مسوس. كنخليهم يرتاحوا على الاقل ساعتين في الثلاجه. كندوزو العجينه ديالنا، كنديروا كاس ديال الماء زائد كاس ديال الحليب، كندفيوهم مع بعضياتهم. كنديروا خميره د الخبز، معلقه صغيره عامره مزيان، معلقه صغيره ديال السكر، جوج معالق كبار ديال الدقيق. كنحركوهم، كنخليوهم واحد شويه حتى كيتفاعلوا. كنعاودوا نرجعوا للعجينه ديالنا، كنديروا 4 كاس ديال الزيت، شويه ديال الملح، بياض بيضه وكنحتفظوا بالصفار، وشويه ديال الخل. وكنبقاو نضيفوا الطحين حتى كنحصلوا على واحد العجينه كتكون مجموعه ورطبه، ما كتلصقش لينا في اليدين. يعني نتوما كما كتشوفوا في الفيديو. كنغطيو العجينه ديالنا وكنخليوها ترتاح، وكنرجعوا للوصفه ديالنا. هنايا عندي بصله مشلضه وفلفله مشلضه وخضراء وحمراء، تقدروا تزيدوا حتى الصفراء اللي كان عندكم. كنشدوا داك الدجاج، كنقليوه في واحد شويه ديال الزيت والزبده حتى كياخذ داك اللون الذهبي. كنحيدوه من المقله، في ديك المقله كنعاودوا نديروا شويه الزيت والزبده، كنشحروا البصله حتى كتهبط مزيان، كنزيدوا عليها الفلافل وكنخليهم حتى كتشحر مزيان وكتهبط. كنعاودوا نرجعوا عليها داك الدجاج وكنبقاو كنحركوها حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم. كنزيد شويه ديال لاصوص صويا وشويه ديال لاصوص الكاري. هنايا كندوقوا البنات الا كانت خاصه الملحه عاد باش كنديروا الملحه، الا لاحظتوا راه ما درتش الملحه انايا. من بعد كنرجعوا للعجينه اللي كتكون خمرات، هانتوما كتشوفوها. كنقسمها كويرات وكنحطها على جنب. كناخذوا الكويره ديالنا وكنبسطوها وكنعاونوا بالطحين باش ما كتلصقش لينا. فشي انا درت هنايا الورق ديال الزبده باش الا غنهزها تجيني سهله وما تلصقش ليا على سطح العمل. هنايا البنات انايا استعملت الجبن. اللي كيبغي الموتزاريلا او الفرماج اللي كيكون احمر، كيعطي ديك التعليكه. انايا راه شتو درت واحد الكميه اللي هي قليله، لاني كنفضل الجبن اكثر من هذاك الفرماج. كنكمل العجينه هكا اللي عندي كامله حتى كتساليني ديك الحشوه ديال اللي كتسالينا ديك الحشوه كامله. يعني نتوما كما كتشوفوا في الفيديو، انا راه حاولت ندير معكم واحد الكويره اخرى. التذكيره البنات، واحد الملاحظه، انا هنايا راه ما استعملتش الصدر تاع الدجاج، راه استعملت الصدر ديال لادند. المهم يعني راه تقدري تستعملي اي حاجه اللي كان عندك، تقدري تستعمليه يا دجاج يا لادند، بجوج بهم كيجيو زوينين بزاف. صافي كنديروا الحشوه ديالنا وكنكملوا الخبيزات ديالنا كاملين حتى كيساليو. كندهنوهم ديك الصفار البيضاء اللي بقى، كنزيد ليها واحد شويه ديال لاصوص صويا وكندهنوهم من الوجه كاملين مزيان مزيان. وكنرشهم بواحد شويه ديال الزنجلان، وكنكون مسخنه الفران من قبل على حراره اللي كتكون عاليه، وكنطيبهم بحال اللي كنطيب الخبز. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه، وكتبوا لي في التعليقات شنو بغيتوا نحضر معكم المره الجايه. شكرا بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.